مين اللي عاجل فينا، مين مجنون، مين اللي مدبوح من الألم، مين اللي ظالم فينا، مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم وبراس تدج صرخة ميلاد، تموت حتة مني للجراس بتعلن نهاية بشر من العباد. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة. وبعد أن ظلت أمل تبحث عن حبيبها وسط المارة والسيارات، قالت: فقدت الأمل في لقاء حبيبي مرة ثانية، وذهبت وطال بي العذاب 10 أيام كاملة متواصلة لا أعرف فيها طعم النوم. أخذت تمر الساعات ويأتي الليل ويليه النهار ثم الليل، حيث دقت الساعة وأشرقت شمس يوم العيد. كنت أستقبل هذا اليوم بسعادة ككل عيد، وكالعادة كنت أقف في شرفتي مبتسمة للسماء وتاركة شعري للهواء كما تعودت أن أقف كل عيد. وإذا بي ألقي بعيني إلى أسفل حتى أرى المفاجأة التي جعلت الدهشة توقف ابتسامتي، حيث تحولت ملامحي إلى ذهول تام. إنه هو، نعم هو، ولم أشتبه فيه. نفس الوقفة، نفس النظرات، نفس كلام العيون. وجدتني أنسحب من بين ستائر الشرفة وأرجع إلى الوراء بالخطوة البطيئة، وأتساءل: هل هذا حلم أم أنا أتخيل؟ ما الذي أتى به إلى هنا؟ وكيف عرف مكاني؟ هل هذه صدفة؟ عشرات التساؤلات تدور في ذهني لم أعرف لها جواب. وجدتني أعود إلى الشرفة مرة أخرى حتى أتأكد مما رأيت. إنه هو بالفعل، ولكنني ما زلت تحت تأثير الصدمة. كان يمسك بسجادة الصلاة ويقف على مسافة قريبة من البيت وينظر إلى شرفتي، وفجأة ووسط زحام المصلين وجدته يختفي من بينهم. كنت أبحث عنه بكل شغف ولهفة حتى تقع عيني عليه مرة أخرى، ولكن تكاثرت الأعداد ولم أستطيع رؤيته. دخلت من الشرفة وأنا مشتتة الأفكار، بداخلي آلافات الأسئلة. في هذا التوقيت كانت أمي في حجرتها، وأبي يجلس على القهوة، وأخي الصغير مع أصدقائه. ولم يكن أحد في البيت سوى أمي التي كانت تلاحظ سرحاني وصمتي طول الوقت. وبعد بضع ساعات من الحيرة والتفكير المتواصل، جاءنا تليفون من والدي الذي كان متواجدا في ذلك الوقت على القهوة، قائلا أن إحدى الجيران أخبروا بأن شخص مجهول سأل عن أبي ويريد أن يطلب يدي منه. عرفت أنه هو، أيوة هو حبيبي المجهول. عندما سمعت هذا الخبر امتلكني إحساس لم أستطيع وصفه. إنه شعور مختلط من السعادة والخوف والذهول في نفس اللحظة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هذا هو السؤال الذي كان يطاردني طوال الوقت. وفي المساء حضر عمي حسين، وهو من أحب أفراد العائلة إلى قلبي. جلس مع أبي وأمي يتحدثان عن هذا الشاب بعد أن علموا بأنه هو نفس الشخص الذي قابلناه. كان الموضوع بالنسبة لي أشبه باللغز الغامض الذي لم يوجد له تفسير، بل كان لغز غامض للجميع وليس لي وحدي. كانت المكالمات التليفونية مستمرة من جارنا إلى أبي
بخصوص هذا الشاب واستعجاله في طلب مقابلة أبي، مما جعلهم يطلقون عليه في هذه الفترة الشاب المستعجل. ولكن في هذه الأيام كان أبي متواعد مع أصحابه بالسفر في رحلة صيد، ولم يستطيع تأجيلها، فاضطر إلى السفر قائلا هبقى أشوف موضوع العريس لما أرجع. وبالفعل سافر أبي، واستمرت الرحلة 4 أيام. في خلال هذه الأيام كانت الفرحة والخوف يطاردوني من لقاء أبي بهذا الشخص المجهول. مرت الأيام وانتهت الرحلة، وعاد أبي وحان موعد اللقاء، ولكن قرر أبي أن يكون اللقاء خارج البيت، وتم اللقاء. من هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم؟ مين اللي بيبيع الضمير ويشتري بيه الضمان؟ يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة.